وبيبدأ مسلسلنا مع بطلتنا القمر واللي بيكون منشور عنها إشاعات عن معادلة ممثل، وهي مش هاممها بس إن هم يقللوا البلور اللي معمول على الحلق والسلسلة والشنطة والشوز اللي هي كانت لابساهم، عشان أكيد الناس هتشتريهم لأنهم أصلا من البراند بتاعها. وفعلا ده اللي حصل، ما عندهاش هزار. ويكون باباها خارج من السجن وعياله بيتخانقوا زي العيلة الصغيرة، عيلة أصيلة. بس بتيجي بطلتنا وبتسلم عليه وبتكون هتمشي، وبس باباها بيفاجئ الكل وإن هو عايزها هي اللي تدير المجموعة بتاعته، ويقول لها إنها من 10 سنين سابتهم وأسست الشغل بتاعها، عشان كده عايزها هي. وتعرفوا إن وقتها هيكون ليها السلطة إن هي تغير المديرين التنفيذيين، زي اللي بيتخانقوا مع رئيس العمال بتلقح على واحد من إخواتها، واللي كل شوية عنده مشاكل قانونية بتلقح على واحد تاني. وباباها يقول لها براحتك اعملي اللي انت عايزاه، وتوافق. وتعرفوا إن هما هيتكلموا بس لما تخلص المنتج الجديد اللي هي هتنشره. وباباها بيوافق ويقول لها إنه هيعلن ده للمساهمين السنة الجاية، وإنهم لازم يتكلموا قبلها. وبتوافق وبتمشي وهي فخورة بنفسها جدا. ما تنسوش اللايكات. وفعلا بتكون بتجرب بنفسها منتج اللي هو اللبس بتاع الألعاب الخطيرة، وبتطير وبتكون سعيدة من اللي حققته وفاكرة نفسها في القمة، وفجأة تهب عاصفة وتلاقي نفسها فوق شجرة. ومش بس كده، دي كمان قصادها ضابط قمرين، وتكون فرحانة إن في حد عبرها، بس بيكون رافع عليها مسدس وعايزها تنزل لحد ما تشوف الكتافات بتاعته وتكون خايفة. بس وهي نازلة بتنزل في حضن بطلنا القمرين وتسأله إيه اللي جابه هنا، ولو في مهمة سرية يطمن وإنها مش هتقول لحد. بس هو بيقول لها يا شاطرة انت فاهمة غلط، انت اللي جيتي كوريا الشمالية. وهي بتتفاجئ وتقوله انها شغالة في شركة ازياء، وان الرياح اللي رمتها هنا. وهو يعرفها ان هي تقول الكلام ده في التحقيق، وهي بتخاف لحسن يحطوها في سجن او مكان تحت الارض، او ان هم يلبسوها تهمة جو افلام. وتعرفوا انها هترجع على هدوء زي ما جت، ويعمل قال يعني ان هو ما خدش باله، وتمشي ويحذرها ان في الغام والفلح هو اللي بيدوس عليها، لا وكمان وقع اللاسلكي بتاعه وهي اللي بتاخده. وتقوله ان هي هتسيب له اللاسلكي لو قال لها على الطريق. وفعلا بيقول لها، وبما ان هي هتمشي ومش هتشوفه تاني فبتقوله ان هو ذوقها المفضل. ويقول لها انها هتمشي لحد خندق والمفروض انها تدخل يمين، وانها تفضل تجري على طول. وهو العسكري بتاعه بينقذه من اللغم، وهي ما بتثقش لما قال لها يمين، فاكره قال يعني عشان هو من كوريا الشماليه هيبقى عايز يوقعها في مشكله. فالفلحه بتدخل شمال وتفضل تجري، وكل العساكر بتجري وراها لحد ما تدخل مكان المفروض فيه الغام وانها ما تدخلش، وهم بيحذروها وهي ما بتفهمش، لحد ما واحد فيهم بيتجنن وبيضرب عليها نار. فالفلحه بتنط، وتكون العساكر قلقانه لحسن يتفصلوا او يحصل مشاكل لو حد عرف، عشان كل واحد فيهم كان مشغول عن اداء مهمته. وهي بتكون متصابة، واحنا بنشوف عربية بالليل بتكون مصفحة وشكلها غريب بتخبط عربية فيها ناس او عساكر. الناس دي كان مقبوض عليهم، وان هي كمان بتقتلهم، وكمان كان في شهدة، ومش محتاجة طبعا اقول ايه اللي حصل. وبطلتنا ماشية لحد ما شافت بيوت وفرحت جدا وراحت، واتصدمت لما لقت نفسها انها لسه في كوريا الشمالية وكان في رتبة معدية. فبيجي بطلنا وبينقذ بطلتنا قبل ما حد يشوفها، وهي بتفرح قوي لما بتشوفه وهو باصص لها. انت غبية قوي. لايك وسبسكرايب. لا وكمان مش مكفيها ان هي مبسوطة، لا دي كمان باتت عنده ويعمل لها الفطار، وتفضل تفهمه قد ايه هي شخص مهم، وزمان بلدها مقلوبة عليها، وان لو حصل لها حاجة ممكن تحصل حرب بين البلدين، وان حتى امريكا مش هتسكت على غيابها، وان لو ساعدها هتديله مكافأة كبيرة لان عندها فلوس ما تتعدش. بس بطلنا طبعا ما بيعجبوش كلامها، وبياخد الفطار من قدامها. ويجي عسكري من بتوعه وهو منشكح قوي ويقول له ان هم لقوا جثة واحدة، وانها اكيد البنت اللي من كوريا الجنوبية، وما بيديش فرصة لري بطلنا ان هو يتكلم. والعسكري ده من كتر ما هو مبسوط بيحكي كل حاجة، وانه اخيرا مش هيتحاكم ولا هو ولا اصحابه، لان حضرته كان بيشرب وقت الخدمة، واحد تاني كان سايب مكانه، واحد تالت كان بيتفرج على مسلسل كوري، واحد تاني كان بيقرا رسالة، ومش عارف مين بيعمل ايه. وان ري كمان ما قدرش ان هو يقبض عليها، وان ده كان هيعرضهم كلهم للمحاكمة والفصل كمان. وهي بتكون سامعة كل ده، وهو بيتخض لما يشوفها، وهي بتقرر ان هي تستغل الموضوع لصالحها، لانها خلاص عرفت ان هم كمان مضرورين. وبيجي باقي العساكر وتقول لهم ان هم يساعدوها ترجع بلدها، لان لو اتقبض عليها مش هيبقى كويس ليهم. والعسكري جو ميوك اللي بيحب المسلسلات الكوري بيقول لها ان عمه شغال بين القوارب، يعني في مراكب صغيرة بتقابل مراكب كبيرة دولية في البحر، فتقدر ان هي ترجع. فبتقوله انها هتجيب له توقيع الممثلة اللي هو بيحبها، بس تحبطه لما تقوله ان ده هيحصل بعد ما البلدين يتوحدوا. بس بطلنا بيفكرها ان هي سبب كل المشاكل، لانها لو كانت دخلت يمين زي ما هو قال لها كان
زمانها وصلت. بس اللي حصل حصل. بس بعد كده بطلنا بيعرفها ان هم هيساعدوها، بس ان هي ممنوع تحكي اي حاجة لما ترجع بلدها، او انها تطلع من البيت هنا وتقابل حد، او انها تروج افكار بلدها هنا. وهي تقول انت فاكرني هبلة؟ لا طبعا. وبتكون الحياة هناك بدائية جدا، ويكون راجع الوحدة ويقول لها على رقم تتصل بيه عشان لو في حاجة ضروري تعرف توصل. ومرة تتصل عشان شاور جل، ومرة شامبو، ومرة إشي مية سخنة، ومرة إشي عايزة شمعة معطرة ما تقدرش تستغنى عنها. وبالليل النور بيقطع وبتخاف جدا، ولما بتشوف حد جاي بتكون هتضربه، بس طلع بطلنا كده تخد القمر بتاعنا وما تبقاش عارفة هي بتعيط ليه قدام حد غريب. وهو يطفي الشمعة قال يعني كده ما بقاش شايفها، بس بتطلع ان هي شمعة عادية وهي كانت عايزة شمعة بريحة. ويكون مسافر بيوجنج عشان قضية، وتسأله عن اسمه، بس يعرفها ان مفيش داعي تعرف، وانها تنسى اي حاجة بتحصل هنا. بس يطلع ان هو مراعي وشارلها الحاجات الكتير اللي هي كانت عايزاها وعمالة تسأل عليها، ومستغربة هو جابها ازاي لانها منتجات من بلدها، وبتطلع متهربة. وهي فرحانة ان هو مراعي قوي ومش باين عليه. وفعلا بيسافر، بس بيلاقي ناس مستنيينه وبياخدوه على انه متهم، وهو يعرف اللي بيحقق معاه انه بيغلط، وان هو بطلنا نفسه جاي بيحقق في قضية اللصوص بتوع المقابر اللي فيه شاحنة كماز روسية خبطتهم وقتلتهم. بس اللي بيحقق معاه بيعرفوا ان هم اللي بيسألوا هنا، وان هم لو عايزين يلفقوا تهم يقدروا يعملوها. وبطلنا يعرفوا ان يفتكر اللي قاله ده كويس، وفجأة بيجي اللواء، ولما بيشوف بطلنا كده بيتخض ويروح يضرب اللي عامل فيها جامد، ويعتذر لبطلنا ويعرفوا ان ده الابن الوحيد للسكرتير مكتب السياسي العام، وانه في ورطة، ويكلم واحد اسمه تشول ده الشرير اللي شكله متورط. وساعتها يفتكر ان السكرتير ده كان ليه ابنين، واحد كان ضابط ومات، والصغير هو بطلنا. وبطلنا قاعد مع اللواء ويقولها عن الحوادث اللي بتتكرر، وان في حاجة غلط، الظاهر اخوه مات بنفس الطريقة. واللواء يحاول يقنعه ان هو ينسى الماضي ويبص للمستقبل. وبطلتنا بتقلب في حاجة بطلنا العسل، وشكله كان بيعزف بيانو، وهي حاسة انها شافته قبل كده. ويكون في تفتيش عشوائي بيحصل في البيوت، وبطلتنا بتخاف وبتستخبي ويلاقوها. بس فجأة بطلنا بيجي، وده طبعا عشان عسكري بلغوا باللي حصل، والناس متفاجئة بالعربية اللي جاي بيها لانها عربية للشخصيات المهمة بس. وبطلنا بيكذب ويقول ان البطلة تكون خطيبته، ويطلعوا فعلا اتقابلوا في سويسرا زمان وشكلهم مش فاكرين. ونرجع تاني لوقتنا الحالي، وساعتها تشول يسأل عن أوراقها، وبطلنا يقول إنها جت من كوريا الجنوبية، والناس تتفاجئ ويفاجئهم أكتر إنها من القطاع 11، فمعلوماتها كلها سرية للغاية. ويقول لهم إنها تعبانة وهي بتمثل، وقال يعني خلاص هتفرفر، ويدخلوا ويزقها اللي هو إحنا هنستهبل، ويعتذر لها على اللي حصل، ويسألها لو كويسة، وهي اندهشت. ويقول لها إن القطاع 11 ده الناس اللي بتشتغل في المهام الخاصة، ومعلوماتهم بتكون سرية جدا، عشان كده قال كده. وتكون متضايقة عشان قال يعني إنها جاسوسة، أمال كان هيسكتهم إزاي؟ ويقول لها تمشي نفسها، وإنها كده كده هتسافر بكرة بالليل. وبيجوا الجيران عشان عايزين يعرفوا اللي بيحصل وعايزين يدخلوا. وبطلتنا بتخرج وتمثل، والزعيمة بتاعة القرية بتسألها عن اللي كانت بتعمله والمهام اللي عملتها، وتتقمص إنها لازم ما تقولش حاجة، وإن المعلومات كلها سرية للغاية. وبعد كده بتسمعهم وهم بيقولوا إنها مش حلوة، وإنه جواز مدبر، وإن بطلنا شكله مغصوبة عليها ومش طايقة، وإنها كمان منكوشة، وهي متضايقة ومش مصدقة اللي سمعته. ولما بتدخل معاه جوه بتألف قصة انفصال، وإن لو حد سأله يقول إن هم انفصلوا عشان مش متفاهمين، ويقول إن هي اللي سابته، ويقعد حوالي 6 شهور ما يوعدش حد، قال يعني زعلان عليها. هو بيقول لها طبعا. بعد كده تقول له والا مش هسافر، فيقول لها اكيد تمام. وبالليل هي بتنام على الارض وهو في الاوضه جوه، وبتساله لو كان سافر سويسرا قبل كده. هو بيتفاجئ، وبعد كده بتساله عن نوتات البيانو اللي لقيتها، ويطلع فعلا كان بيعزف وفي اكاديميه مشهوره هناك. وقال ايه هي كمان بتعزف بيانو عشان مقطوعه كده اسمها اليزي هي بتعرفها، وبيضحك عليها. وبتساله لو كان بيعزف وهو مش بيرد، بس شكلها قلبت على المواجع. وتشول بيروح لواحد بيشتغل في التصنت وعايز يتنصت على بطلنا لانه اخو مو هيوك اللي مات، وان في واحدة عنده هو عايز يعرف هي مين عشان خاطر هيقدر يستغل الموضوع ويقضي على العيلة. شكله هو اللي قتل اخوه ولا ايه. والراجل ده اتخض لما عرف ان هم اخوات، ويقولوا ان في جهاز جديد ويقدر يسمع بيه عن بعد، ويطلع ان تشول بيستغله، وان هو لازم يشتغل في حاجة احسن ويكون بيته في مكان احسن، قال يعني عشان ويطلع ان المتصنت ده هو اللي ودى مو هيوك على الفخ لما مات، وكان حاسس بالذنب. وتاني يوم بطلنا بيشوف بطلتنا وهي بتسمع الناس بتقول عليها ايه، ولانها امبارح كانت متضايقة ان هم قالوا عليها منكوشة، فبيلم لها شعرها وبنفسه. ولما يطلعوا بره بتخليه يمثل غصب عنه، زي انه يلعب في شعرها او انه يعمل لها باي باي مجبر يا حرام. ولما بيرجع الشغل العساكر بيسألوه عمل ايه مع الناس، ويقول لهم طبعا ان هو قدمها على انها خطيبته. واللي بيتابع المسلسلات الكوري بيقول انها البدايه، وان لما بيبقى فيه مأزق البطل والبطله بيعملوا كده، بس بعد كده الموضوع بيتطور وبيحصل بينهم قبله واحضان، وبعديها بيتطور وبيحبوا بعض. فبطلنا في الاول اندهش كده، وبعديها راح قارص على رجله، انت بتتفخر انك بتتفرج على مسلسلات كوريا الجنوبيه؟ وجهة
وجهاز التصنت خلاص بيركب، وبطلنا بيسأل عسكري عن العربية ويقول له تفاصيل، وبطلنا ينبه عليه ما يقولش لحد عشان ما يتأذيش. وبطلتنا بتعمل لهم فقرة جوائز، وبتكون أول جايزة لهو دونج لأنه ألطف واحد هنا، وتقول له على جايزتين، واحدة ياخدها دلوقتي والتانية لما البلاد تتحد، واللي هي 100 مليون وون، أو ياخد 8 كيلو ذرة دلوقتي. واللهبل بيختار الذرة، وبطلنا بيضحك لأنها بتاعته أصلا. والمركز التاني لجو ميوك لأنه هو متابع المسلسلات بتاعت بلدها. وجايزته يا إما يتناول الغدا مع ممثلته المفضلة جي جو، أو ياخد التلفزيون ده هدية. وبطلنا عايز يقول لها مالك يا ماما، وتقول له ما تخافش، وبتكون واثقة، وهو طبعا بيختار الغدا مع الممثلة. وبطلنا بدأ يتضايق لأنها ما اديتوش حاجة. وتالت مركز بيكون لبارك لأنه أوسم واحد هنا. بطلنا شكله اتضايق أكتر، وإنه يا إما يختار ما بين إنه يخرج مع ملكة جمال كوريا أو إن هو يحضنها دلوقتي، وهو شاطر بيرفض الاتنين أصيل. وتقول له الرجالة الوسيمة في كوريتين مغرورين. والجواز خلصت، ولأن تشول اتضايق بتديله الحاجة بتاعت الحموم اللي بطلنا أصلا اشتراها لها. وبطلنا زعل وهي خدت بالها وبتضحك، بس هو عسل صراحة. بس طلعت زرعاله شجرة طماطم، وإن دي هدية شكر خاصة، وهو يقول لها أنا ما بحبش الطماطم. وتقول له إن هو يسقيها كل يوم بحب، ويقول لها كل يوم 10 كلمات حلوين، وهو عامل قال يعني مش مهتم. وبالليل وهم مسافرين بتديله المنديل بتاعه، وتكون متضايقة إنه مش هتشوفه تاني، وإنها ممكن تروح أفريقيا أو حتى تروح القارة القطبية الجنوبية، ومش هينفع إنها حتى تيجي هنا. وهو كمان بيكون زعلان قال يعني كده عشان مش هيعرفوا يتقابلوا. وهم على المركب بتتكلم عن إن يا ترى أهلها هيفرحوا لما ترجع ولا هيحسوا بخيبة أمل. هو بيقول لها أكيد هيفرحوا يعني، ويقول لها بعد كده ما تقولش قدام حد إنها بتعزف بيانو كويس، قال يعني عشان بتعزف بتاعت إليزيه. وبتقول له اسمها كامل بما إن هي مش هتشوفه تاني. ما بلاش الجملة دي. وهو كمان، والاتنين بيضحكوا. تقبرني الغمازة، وهو بتيجي كبسة وبيستخبوا مستنية منه إنه يتصرف بسرعة ويمهد لها إن ده اللي بيحصل في المسلسلات الكوري، وتقول له أنت لسه هترغي، اتصرف. وهوب بيتصرف. وبيجي رئيس خفر السواحل وبيطلعوا من تحت طبعا غصب عنهم، ويمثلوا ان هما 2 حبيبة وقريه جايين يصطادوا سمك. والرئيس ده بيخبرهم ان ممنوع المراكب تدخل قوي كده، وان في حظر. وساعتها طبعا بتكون بطلتنا هتموت لان كده مش هينفع انها ترجع، وتقول ان هي لازم تروح مهما يحصل، حتى لو هتروح عوم او هتموت. وبطلنا بيقول لها انها بس مش هتضر نفسها، دي كمان هتضره هو وزمايله، هتضر صاحب المركب، فبتضطر ترجع معاه. وما بيكونوش عارفين الحظر ده هيخلص امتى. وبتفضل تساله ماشي بس الكوبلة دي ايه وضعها، مش لازم تقولي انا قلتلك اتصرف بس ما قلتلكش تعمل كده. فيقول لها ان ده اللي بيحصل في المسلسلات الكوري، وبعدين انها ما كانتش كوبلة فما تزعلش قوي كده. فالكلام بيضايقها وبتفضل تلف حوالين نفسها زي الهبل. وبيرجعوا وتاني يوم الصبح بيلاقيها ان هي سايبه له رساله بتقوله فيها انها مش عايزه تاذيه اكتر من كده. وبتاخد حاجتها وبتكون ناويه تطير، وبتشغل اللاسلكي بتاعها. وهو طبعا بيبقى عارف هي راحت على فين، وبيروح لها ويقول لها ان هي اي نعم الرادارات مش هتجيبها، بس الناس هتشوفها بالعين المجرده، ومش محتاجه اقولك ايه اللي هيحصل فيكي. فبتتخيل وتخاف، وياخد باله ان هي مشغله اللاسلكي. وبتكون الوحدات خلاص عرفت ان في لاسلكي بره المنطقه بتاعتهم، وان هو غريب عليهم ومش تبعهم. فيقول لها ان الوحدات هتلاقيها جايه ومش هينفع يسلكوا اي مكان، فيقرروا ان هم يطيروا. وهي طايرين كده بتقول له ان هي كانت متوتره وخايفه مش اكتر، وهو بيقول لها ان هو عارف. وفي نفس الوقت بتقول له ان هي مقدره كل حاجه هو عملها عشانها. فيقول لها ان هم برضو عارف، والاتنين بيبقوا ماسكين في بعض جامد قوي. وبيكون المتصنت موجود في السوق وحد بيسرق محفظته، وبطلنا بياخد باله فبيروح وبيقدر ان هو يجيب محفظته. وساعتها الاتنين بيتعرفوا على بعض، وباين على المتنصت ان هو متاثر قوي. وبتكون بطلتنا رجعت تاني اتجمعت مع العساكر، وبتكون بتتكلم ان هي كان نفسها ان بطلنا يكون عنده السلطه عشان يقدر يتصرف، وان هو مجرد نقيب عادي وما فيش حاجه في ايديه. فبيقولوا لها ان في حاجه اسمها ترقيه استثنائيه، ودي العميد هو اللي بيحققها، وهي ما بتكونش عارفه طب ازاي تخلي بطلنا ياخدها. فبيقترح عليها ان هي تتعرف على مرات العميد، لان هي اللي في ايديها كل حاجه، وهي اللي بتوسوس له وبيسمع كلامها جدا. وبتقرر تعمل كده، قال يعني كده هتساعده. وفعلا بتروح على بيتها، وبيكون عيد ميلادها، وبيكونوا الناس كلها بيدوها هدايا قال ايه عشان ترضى عنهم. وبيكون في واحده جايبه فستان بسيط جدا ومكسوفه ان هي تقدمه. وبطلتنا بتاخد بالها وبتاخده، وبتقرر ان هي تظبطه على مرات العميد، وبيطلع تحفه. وتقول لهم ان دي اخر صيحات الموضه، وهم كلهم مش فاهمين حاجه وبيكونوا متنحين. بس بتكون مرات العميد مبسوطه بالفستان فبيشكروا فيه. وبعد كده بتسالها عن اسمها، فبتكذب عليها وتقول لها ان اسمها جيمس ووك. وبطلنا بيسال العسكري بتاعه عن بطلتنا، فبيقول له ان هي راحت تساعدك تاخد الترقيه عشان هي فاكراك اي كلام، وان انت مش هتقدر تساعدها. وطبعا بطلنا بيندهش لان هو لو عايز يساعدها هيقدر يساعدها، ويقول ان ده مش صح وان هو عنده سلطه. وبيكونوا رايحين وحده اصلاح في قسم الهندسه عشان خاطر العربيه الروسي، وهناك فعلا بيكونوا مش هيدوهم معلومات. فالعسكري يعني بيعمل مشكله، وبطلنا بيخش يحقق في الخباثه، وبيشوف المعدات والحاجه، وبيلاقي قطعه كده من معدن خاص. وبالليل بطلتنا بتقول بطريقه غير مباشره على مرات العميد انها يعني توصي على بطلنا، وهي نازله بتلاقي ان بطلنا
قال ايه مستنيها، بس هو بيقولها ان هو مش مستنيها، بس هو بيكون مستنيها وبتعجبها العجل وبتقرر ان هي تركب قدامه. وبتفضل تقول لبطلنا ان هو كان اكيد قلقان عليها، فيقول لها ان التفكير بيها مزعج، فتقول له تبقى قلقان عليا، وهو عمال ينكر ده بس هي مش مقتنعه. ولما بيرجعوا البيت بتكون العساكر جايبه حاجات وهيقضوا سهره حلوه مع بعض، وهي بتكون مبسوطه وسطهم، وبطلنا وبطلتنا عمالين يبصوا لبعض ومبسوطين. وتاني يوم يكون عامل لها اسبريسو لان هي كان نفسها تشربه لما ترجع بلدها، وبتكون مندهشه بيه لان حبوب القهوه طعمها خطير. وهو ماشي بتعمل له حركه كده قال يعني قال. ولما بيروح بيسال العسكري بتاع المسلسلات الكوري، واللي بيقول له ان معناها كده ان هي معجبه بيك، ويساله اذا كان حصل حاجه ما بينهم. وبطلنا بيكون متوتر، وبيكون بتاع التامين عمال يحقق في اللي حصل مع بطلتنا. بيروح لواحد شغال معاها وبيقول له ان هي ممكن ما تكونش ماتت، وانها ممكن تبقى في كوريا الشماليه، فبياخدها لاخوها الكبير وبيحاول يشرح له، وهو بيكون رافض انه يسمعه لان خلاص بابا قرر ان المنصب بتاع الرئيس يكون ليه هو، ويقول له ينسى الموضوع لانها مجرد اشاعات، انت اخ نص كم. وبطلنا بيسأل ستات القرية عن بطلتنا ويقولوا له ان هي كانت في السوق معاهم، بس قيس فجأة ان النور قطع وهي اختفت. فبيروح وهو قلقان طبعا، وهي بتكون واقفة في النص وخايفة جدا. وقيس فجأة بتلاقي واحد مطلع شمعة، وبتقرر تمشي ورا النور، وبيطلع ان هو بطلنا منقذها في كل وقت وكل زمان. لايك وسبسكرايب. وبتكون مبسوطة جدا ان هي شافته، المرة دي جايب لها الشمعة المعطرة. وهم راجعين في الطريق بيفتكر الكلام ان العسكري بتاع المسلسلات الكوري قال لي، وان دي معناها حب، فعشان ما يختلطش عليها الامر بيقول لها ان هو عنده خطيبة. وهي طبعا الكلام بيضايقها، لو انت قلت ايه عشان ما يختلطش عليها الامر. فبتقوله ان هو فاهم غلط، وان هي اساسا عايزة ترجع بلدها عشان هي كمان بتحب حد، وعايزة ترجع تاني تواعد الناس، وان هي عندها حبايب كتير. وبيقول لها انت عايزة ترجعي عشان الرجالة؟ فبتقول له جزءا وبيبان عليه الغيرة شوية. وهم راجعين في واحد بيشوفهم وبيحس ان هو شاف واحدة يعرفها، بس بيقول ايه اللي هيجيبها هنا. وبيمشي وهم بيرجعوا عند البيت، وبتقول له مش خايف لحسن خطيبتك في مرة تلاقيها جت؟ فيقول لها لا ما تخافيش، ده عمره ما هيحصل. واول ما بيرجعوا البيت بنلاقي خطيبته موجودة، فتقول له ما هو واضح. وبعد كده بطلنا بيقول لخطيبته ان هم في مهمة، مجرد ما المهمة دي تخلص مش هيشوفوا بعض تاني. وطبعا بطلتنا سيري بتندهش، بس بتقول لها ان هي من القطاع 11، ومجرد ما المهمة تخلص ان هي مش هتشوفه تاني. وبياخدها يدخلها البيت، وتقول لها تقفل كويس عشان الدنيا ضلمة، وان هو هيوصل خطيبته وهيرجع بسرعة. وبيبان عليه ان هو زعلان ان هو مشي وسابها، وهي كمان بتكون زعلانة. وخطيبته بتقول له رغم ان هم مخطوبين من 10 سنين الا ان هم ما شافوش بعض غير 7 مرات، منهم 3 مرات كانوا مع اهلهم، والخمسة اتخطبوا، ودي تاني مرة تشوفوا لوحدهم. وتقول له ان هو لازم يبقى في حب بينهم قبل ما يتجوزوا. فقال ايه؟ بيقول لها هيحاول. وبعد كده فعلا بيوصلها. بعد كده بيروح لبابا، وبابا بيقول له ان هو لازم يتجوز خطيبته. فبطلنا بيوافق، وبيقول له ان هو قصاد كده عايز يطلب منه حاجة بس صعبة شوية. وبعد كده الصبح بيرجع لبطلتنا، واللي بتكون عمالة تشرب ومتضايقة جدا لان هو قال لها ان هو شوية ورجع وحضرته جه متأخر. فيقول لها ان هو كان بيعمل حاجة، فبتقول له اكيد. بعد كده بيقول لها ان هو كان بيشوف طريقة عشان تقدر تطلع بره البلد. تقول له طب مش كنت تقول؟ وهيطلع ان هو هيحطها في الفريق الوطني وهتروح مسابقة لاوروبا، ومن هناك هتقدر ان هي ترجع بلدها. وبيقول لها عشان ما حدش يشك فيكي لازم تغيري هيئتك. وبتروح عشان تغير من شكلها وبتعمل تسريحة الوداع، وبتروح ترهن الساعة بتاعتها، وبتكون في ساعة رجالي لفتت نظرها. وبنشوف تشول الشرير والمتصنت بيقول له على اللي حصل وان هي مسافرة، وبيسأله ان هي يا ترى فين ساعة اخو بطلنا، لاني لو بطلنا لقاها هو والمتصنت ده هيروحوا في داهية. فبيقول له مش عارف، واكيد مش هتقع في ايديه. وبعد كده بطلنا بيعرف ان تشول سجن العساكر بتاعته عشان خاطر عايز منهم معلومات، بس بطلنا بيروح له وبيقول له ان هو الاول يشوف مشكلته هو، وان هو لو عايز حاجة يسأله هو مش العساكر المساكين. وبالليل بتشكر العساكر وكمان بتعتذر لهم عشان معهاش فلوس، بتفضل تديهم قلوب هدية. وبطلنا بيتضايق، وبعد ما بيمشوا بيقول لها من الواضح ان انت عندك قلوب كتير، وهي ما بتكونش فاهمة، وبينام وهو زعلان جدا. ويطلع ان المتصنت ده يعرف اخو بطلنا، لان مرة كان في ناس بتضربه لان سمع عن حاجات غلط بيعملوها وبلغ عنه، بس ده شغله. فبيجي اخو بطلنا وبينقذه من ساعتها، وهو بيمتن وبيكون زعلان لانه كان سبب في موته. وبيكون واخدها ومسافرين عشان خاطر صورة للباسبور اللي هيطلعه لها. وهم في الطريق بتسأله لو هي اختفت من اوروبا مش هيحصل له مشكلة. فبيفتكر كلام بابا لما قال له ان هي لو عملت مشاكل اللي هو عايز يصفرها دي ان مش هيقدر يساعده. وبطلنا ساعتها قال له ان هو هيتحمل المسؤولية، بس بيكذب عليها ويقول لها ان مش هيجرى له حاجة. وبعد كده بيكون القطر هيقف 10 ساعات، وبينزلوا وبيمسكها وبيكونوا هيقعدوا في المكان ده. وفجأة تلاقي ناس معاها بطاطين، ناس مولعة نار، ناس بتاكل ذرة وبطاطا. وطبعا هو بيشتري لها كل الحاجات دي، وبتقول له ان هو هيكون زوج واب رائع. فيقول لها ان هو مش بيفكر في المستقبل عشان قلبه ما ينفطرش، اكيد عشان خاطر وفاة اخوه. وتطبطب عليه وتقول له ان ساعات القطار الخاطئ بياخدك للوجهة الصحيحة. وبعد كده بالليل بتنام على كتفه وهو يا حرام منشكح. وتاني يوم بيقول لها لما بيوصل محطة ما تبقيش عاملة زي الرفاية كده ومتنحة. وبتروح عشان تتصور بتاعة الباسبور،
المفروض تكون عايزة تاخد صورة معاه، وهو بيقول لها إني مفيش داعي وإنها ما تفكرش في الأيام دي. هي بتزعل، ويطلع اللي شافها بالصدفة وشبه عليها اسمه سيونج جو، وبيطلع كمان إن هو كان ناصب على أخوها الكبير. ولما بيكلموا بيعرفوا إن هو هيرجع الفلوس وإن هو هيموت. وسيونج جو بيسأله عن أخته، وأخوها الكبير بيقول له إن لما يوصل السما يبقى يسلم عليها، ويقول له هبقى أعمل كده. ويطلع إن هو أساسا شايفها في الفندق وبياخدها، بيقول لها ده أكيد تدبير القدر. بس إذ فجأة يلاقي بطلنا قدامه. لايك وسبسكرايب. وبطلنا كان هيموته فيها، وبيقول له ان هو يعرفها، وبطلتنا تقول له تسيبه ان هي عارفاه. وبتقول سيونج ان بطلنا ده يكون الحارس الشخصي بتاعها، وطبعا بطلنا اتفاجئ. وبعد كده سيونج بيقول لها خلينا نتقابل تاني. وبعد كده بطلنا بيسألها عن مين ده، وتعرفوا ان عيلة زي عيلتها وعندها شركات كتير، بتكون العلاقة بين الاخوات مش قد كده، ودايما بيكون فيه روح المنافسة، وان هما لازم يبقوا افضل من بعض، وان هما مش بعيد يكونوا فرحانين انها مش موجوده وفاكرينها ميته. فيقول لها بطلي هبل، ما تفكريش كده. وبعد كده تقول له ان اخواتها كانوا عايزين يجوزوها سيونج عشان يتخلصوا منها، لان هو كوري عايش بره، فاللي هو كانت هتسافر معاهم ما كانوش هيشوفوها تاني. وبيكون في واحده شافتهم سوا، وتاري اخوها الكبير باعت رجاله ورا سيونج لان هو ناصب عليه في فلوس، لحد ما بيقول له ان اخته عايشه. والتاني عشان مش مصدقه بيقرر ان هو يثبت له ده. وبطلنا بيدخل الاوضه اللي في الفندق وبيفضل يفتش فيها، وبيطلع اجهزه تصنت، وبطلتنا بتتفاجئ من مهاراته. وبعد كده بتغيظه وتقول له ان سيونج اكيد من المقدر ليهم ان هم يتقابلوا. فبيتضايق ويقول لها ده انت كنت طايره وقعتي قدامي وانا اللي لقيتك، ده مش مقدر، ولما مشيتي ظهرتي قدام بيتي، ده مش مقدر. تقولي دي صدف. يقول لها يعني ده صدف واللي انت شفتي تاني مره يبقى ده المقدر. وهي بتقول له مالك في ايه، حس التنافس عندك عالي ليه كده مره واحده؟ قال ايه يعني عشان في فرق بين الصدف والقدر، وهي مش عارفه تفرق بينهم. وبيطلع يلاقي فجاه خطيبته قدامه، ويطلع ان اللي شافتهم بلغتها. والمخطوبه دي بتقول الموضوع لما يتكرر اكتر من مره اكيد الموضوع يضايق. فيقول لها ما تخافيش وانا هبقى عندي وعدي. مالهاش حتى ان هو بيحبها. وبعد كده بتقول له ان بالليل العيلتين هيتعشوا سوا. وبعد كده خطيبته بتطلع فوق وبتشوف سيونج، والاتنين بيتعرفوا على بعض. شكل سيونج هيعجب بيها. وبيكونوا بعد كده بطلنا وبطلتنا في الاسانسير، وبتقول له يا ريت ما تقعش في حبي عشان ده مش هيفيدك في حاجه ومش هينفع نكون سوا. بيقول لها مالك يا ماما انت سخنه ولا ايه؟ فبتقول له انا بس بحذرك. وبطلتنا بتروح تقابل سيونج، وباين على بطلنا الغيرة. ولما بتسأل سيونج ايه اللي جابه هنا، بيقول لها ان هو جاي يشوف اراضي. بتقول له اراضي ومن الفلوس اللي كنت ناصب فيها على اخويا ايه اللي حصل؟ بيقول لها لا انت فاهمه غلط، ده احنا حلينا الموضوع وما كانش فيه نصب ولا حاجه، حتى لو عايزاه نثبت لك خدي كلمي. فهي بتعدي الموضوع. وبطلنا باباه بيقرر ان هو وخطيبته يتجوزوا اخر الشهر. وباين على بطلنا ان هو مش مبسوط. مامته بتقول له لو احنا اتسرعنا اقول. فبيقول لها ده وعد قديم ولازم نوفيه. وخطيبته بتاخد بالها. بعد كده بتروح الحمام وبتلاقي بطلتنا، وبتقول لها ان هي والبطل هيتجوزوا اخر الشهر، وان هديتها ان هي يا ريت تطلع بره البلد. وبطلتنا بتكون متضايقه وعماله ايه شبه بتعيط. وبعد كده بتاخد سيونج وبتطلع تتمشى. وهما بيتمشى بيطلع ان هو فاتح التليفون عشان اخوها يسمعهم. وبتقول له ان هو يا ريت يوصل خبر لباباها ان هي عايشه وموجوده هنا وهترجع، وان هو ما ياجلش الخطط قصدها على اجتماع المساهمين. واخوها طبعا بيتضايق جدا. وبطلنا بيفضل يدور عليهم. وبطلنا لما بيلاقيهم بيبان عليه ان هو متضايق وبيكون عايز ياخدها ويمشي. فبتقول له مالك يا ابني ايه اللي مضايقك؟ فبيقول لها ان هي المفروض تفضل تحت نظره عشان يقدر يحميها. فهي مستغربه، هو واثق من نفسه عليه وهو مش عارف المستقبل فيه ايه. فيقول لها ان بقاله كتير مفيش حاجه هزمته. وبعد كده بيروحوا على مطعم وبتاكل وبتشرب. وقيس فجاه الدنيا بتمطر تلج. وهي لما بتشوف كده بتقول ان هما في ورطه. هو مش فاهم هي بتقول ايه. فبتقول له اني لما اتنين مع بعض بيشوفوا اول تلج ينزل في السنه سوا بيبقى معنى كده ان هما هيقعوا في حب بعض. بعد كده بتسند على كتفه وبتقول له ان هي عماله تشرب لان مشاعر الاعجاب هي اللي زعجاها، وان هو طبعا مش هيفهم. واخو بطلتنا ومراته قرروا ان هم عايزين سيري تفضل في كوريا الشماليه وما ترجعش. وطبعا عشان يعملوا كده سيونج بيتفق مع تشول الشرير ان هو يعمل اي حاجه ويخلي سيري هنا في كوريا. وطبعا بفضل متنصت لهبل هو معاه كل المعلومات وعارف ان هي هتطلع من البلد عن طريق الفريق الوطني، وان هو هيضرب عصفورين بحجر، ان هو هيكسب فلوس وانه هيتخلص من المشكله اللي مضايقاه. بتكون بطلتنا خلاص مسافره، وبطلنا قال لها ان هو مش هيوصلها، انها تخلي بالها من نفسها. وتقول له يمكن انت مش هتحس زيي بس اظن ان انت هتوحشني واني هفكر فيك من فتره للتانيه. فيقول لها ان هي لما ترجع تنساه وتنسى اي حاجه عاشتها هنا وتعيش حياتها بصحه وسعاده. وبيسلموا على بعض وبتمشي. واحد من العساكر بيكون بيوصلها، بس فجاه بتظهر قدامهم العربيه اللي هي الروسيه السوداء اللي عماله بتقتل في الناس. طبعا التشول اللي عاملها، بس فجاه بيطلع اني بطلنا انقذهم وكان في عسكري من الاشرار هيضرب عليها نار وبطلنا فداها. ويطلع ان هو كان عارف ان ممكن يحصل حاجه، فاتفق مع العسكري وطلع كان مجهز نفسه وفضل ماشي ورا العربيه من اول ما طلعت.
يكون خلص جزئنا الأول من مسلسلنا، وطبعًا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان لما ينزل الجزء التاني يوصل لكم بأسرع وقت.